بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك لكل الزملكاوية الفوز النهاردة. الزمالك فاز النهاردة صراحة بطلوع الروح، والله بطلوع الروح. المهم قدر إنه يطلع من المركز السابع للمركز الرابع، وده طبعا 3 نقط مهمين جدا جدا جدا. إنه يطلعوك بس من النتائج السلبية اللي أنت كنت متواجد فيها، من هزيمة من ام بي ومن عدة هزائم ورا بعضيها، يطلعوك منها وتبتدي بقى تبني على الماتش ده. وخايفين نقول تبني على الماتش ده، وبعد كده الماتش اللي بعده نخسر زي كل ماتش، نكسب المريخ ونرجع نخسر من انبي، نكسب سموحة ونرجع نخسر تاني. الحمد لله، اهم حاجة ان احنا خدنا ال3 نقط دول، وبنحمد ربنا برضو على عودة الونش لمستواه او بعض من مستواه. نجم المباراة النهاردة يقدر يحرز الهدف ويقدر يقطع كرات مؤثرة جدا للبنك الاهلي. اذا عدت كان ممكن البنك الاهلي يتعادل النهارده، لانه لعب ماتش جيد من الناحيه الفنيه. بالنسبه للاعبين لعب ماتش جيد. الشوط الثاني كان كل الشوط الثاني الصراحه البنك الاهلي، وكان ممكن يتعادل في اي وقت، حتى في الوقت بدل الضايع. نروح بقى للقضيه اللي شاغله الدنيا كلها، قضيه كهرباء. هل كهرباء هيدفع النهارده الفلوس لغايه الساعه 12 ولا مش هيدفع الفلوس؟ كهرباء النهارده اخر ميعاد للدفع النهارده الساعه 12، دي المهله اللي حددها الاتحاد الدولي من 8 فبراير ل 9 ابريل. اللي بيقول لك يوم 12 ده كله كلام فاضي. هو لو حسبتهم 60 يوم، النهارده نهايه ال60 يوم. كهربا كان ممكن يدفع الفلوس ديت من فتره كبيره، بس هو ماطل وقال لك يمكن ما ندفعش اي حاجه، والاهلي ماطل معاه قال لك مش هندفع حاجه، لسه بقى بدري ومش عارف ايه. لكن الواد احرقهم لما دلوقتي لعب الماتشات بتاعت الدوري جاب فيها جوان، لعب ماتشات في افريقيا جاب فيها جوان، فاحرج النادي جامد. فابتدى الاهلي يعمل له عقد او يدفع له قيمه عقد، يديله مثلا 47 مليون جنيه. وطبعا اللعيبه عمل له اعلانات، وطبعا راح مع رامز فعمل شويه فلوس جامده جامده، بس لسه ما حصلش ال 100 مليون. الزمالك اهم حاجه في الموضوع ده كله انه ياخد ال 100 مليون جنيه. طبعا 100 مليون جنيه هيفكوا ازمات في نادي الزمالك. والاهلي حاسس انه لو الاهلي دفع الفلوس دي يبقى الزمالك علم عليه، عشان كده بيماطل وهيتم يماطل لاخر وقت. يعني الاهلي حاسس ان الزمالك هيبقى علم عليه لو خد الفلوس. طب ما فيش واحد بقى من الاعلاميين طلع كده قال ان كهربا مثلا النادي الاهلي خد اللعيب كوبري وده ما ينفعش، وده ضد القانون ولا حاجه؟ ما فيش حد قال كده. ما حدش طلع مثلا اتكلم قال كهربا ده لعيب هارب، ما فيش حد بيقول كده. جميع الاعلاميين اللي موجودين كلهم بلا استثناء بيقول لك القضيه بتاعت كهربا. طب القضيه بتاعت كهربا دي لعيب هارب من ناديه، وطلع راح نادي برتغالي دلوقتي في الدرجه الرابعه، يعني مش الدرجه الرابعه دلوقتي، خلاص هبط خالص، ما بقاش له اي شأن. وراح النادي ده خد فلوس من الاهلي ورجعه الاهلي كوبري، زي ما كان بيعملوا الاهلي ايام حسن حمدي، اما كان بيعمل نفس الحركه، بلاش اقول لفظ مسيء، نفس الحركه اللي مش كويسه دي عشان نبقى مؤدبين، اللي كان بيعملها حسن حمدي. وطبعا التلميذ المتلمذ على ايده خالص ما هو صغير محمود الخطيب، فهو قال لك العمليه دي هتتعمل زي زمان وهتعدي، لا الاتحاد الدولي هيسأل ولا حد هيرفع قضيه. مفيش بقى ايام اللجان المتعاقبه بتاع ممدوح عباس وكل شويه لجنه تيجي تدير النادي، ما فيش حد هيرفع قضيه ولا اي حاجه، ولا هيروح الكلام ده للاتحاد الدولي. فاحنا بنعمل اللي احنا عايزينه وهناخد اللعيب كده كده. دلوقتي الوضع اتغير، الزمالك رفع قضيه والزمالك كسب القضيه، والزمالك اتحكم له ب 2 مليون 2 مليون دولار، والزمالك هياخدهم بقى مش جنيه مصري، هياخدهم 2 مليون دولار وفوائد 400,000، وكل يوم الفوائد بتزيد، مش 5% بقت 18%. يعني بسم الله ما شاء الله مشروع مربح. يعني لو الكهرباء ما دفعش يا رب ما يدفع وما يتوقفش كمان، الفلوس بتزيد، هيبقوا 3 مليون دولار كمان 3 4 اشهر، هيبقوا 3 مليون دولار، والاهلي يبقى يدفعهم له. اذا بقى دفعهم له بقى مجرد لو اصابه جاتت للاعب صغيره كده وقعد وما رجعش المستوى ده، هو دلوقتي حاطط الاهلي، حاطط دلوقتي اللعيب دلوقتي حاطط في خانه اليد، لعيب متالق جدا. الناس كلها تقول لك لا ندفع له الفلوس. انت بتجيب لاعب زي سافيو ب 70 80 مليون، طب ما تدفع للكهرباء اللي قده 30 مره، مش مره واحده، قده 30 مره، ودوك اتلمس الكوره خالص. فكله ما بيتكلمش على الفساد الموجود وعلى الاهلي واللي بيعمله. خطيب حاطط في دماغه الحاجات القديمه اللي كان بيعملها استاذه،
فطبعا ايه انا هعمل ومحدش هيسالني. شركه الاهرام كانت وقتها محتليه كل حاجه ومحدش بيتعب. اذا كان ممدوح عباس كانوا بياخدوا المكافآت بتاعت لعيبه الزمالك كان بياخدها من حسن حمدي اللي هو ماسك شركه الاهرام اللي بتصرف على الاهلي والزمالك. اللي الزمالك بطل الدوري بياخد 5 مليون، واللي الاهلي مركز ثاني بياخد 50 مليون. هتتن الفساد كده. غير بصوا اتفرجنا النهارده على الارسنال وليفربول، اتفرج على الماتش، سيبك من الماتش خالص، اتفرج مثلا لو الارسنال ده خد الدوري بقاله 20 سنه ما بياخدش الدوري، مكافأة الدوري كام؟ هياخد المكافأة، مش هيقولوا له مثلا الله ده انت يا عم لسه ده بقالك 20 سنه ما بتاخدش البطوله. احنا هندي بقى مانشستر سيتي اللي هو مستحوذ، اللعيبه بتاعته كبيره، اللي عنده اعلانات، اللي شعبيته جارفه، مانشستر يونايتد اللي شعبيته جارفه. مفيش الكلام ده بره، الكلام ده ممنوع بره، عندهم عدل. انما احنا عندنا الاهلي وفساد. كل حاجه الزمالك خد بطوله خلاص خلاص، الدنيا كلها حرب على الزمالك. نستنى الساعات القليله القادمه ونشوف هيحصل ايه. ما تنساش في نهايه الفيديو تعمل لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.